انا مش جاي اقول لك كلمتين محفوظين سمعتهم كتير قبل كده، انا جاي اقول لك الكلام اللي كنت محتاج اسمعه في الوقت ده السنه اللي فاتت. كنت في امس الحاجه ان حد يقول لي خد بالك من طريقه تفكيرك واللي هتعمله في الفتره الجايه عشان ترتاح، وكان عندي نفس المشاعر اللي عندك حاليا، وهي الخوف من الفشل والقلق وان ممكن ما انجحش وما اوصلش اللي انا عايزه. وكتير منكم بيبعت لي وبيقول لي نفس الكلام ده. لما اتعمقت شويه في اللي حصل لي السنه اللي فاتت واللي بيحصل لكم دلوقتي، لقيت ان هي نفس الاحداث بتحصل كل سنه لطلبه الثانويه، ولكن باختلاف ردة فعل الشخص اللي بيقابل الخوف ده. لقيت ان الخوف كان حافز ومحرك اساسي ليا في الفتره دي، وزي ما قلت لكم قبل كده كذا مره ان فتره المراجعه النهائيه دي هي اللي هتحدد مستواك في اللجنه هيبقى عامل ازاي. وركز، انا قلت مستواك في الامتحان هيبقى عامل ازاي مش ادائك، لان ادائك هيبقى واقف على توفيق ربنا ليك اولا ثم اجتهادك على مدار السنه ثانيا. فالخوف هو اللي كان بيحركني في الفتره دي بجانب شعوري الداخلي وايماني بربنا ان لو عملت اللي عليا مستحيل ربنا يضيع تعبي. عشان كده انا عايز اقول لكم انك لازم تستغل خوفك من المستقبل المجهول والغيبي واللي لا يعلمه الا الله في انك تقوم تعمل اللي عليك، تبطل تضييع وقت وتبعد عن اي حاجه ممكن تشتتك وتبعدك عن هدفك اللي انت عايز توصل له. المشوار خلاص في نهايته وانت لازم تكون قدها وتعمل اقصى حاجه عندك عشان ما تجيش لحظه النتيجه وتقول كلمه هتفضل توجعك طول حياتك، وهي يا ريتني كنت ذاكرت شويه زياده عن كده، ويا ريتني كنت عملت اللي عليا. وانت اللي هتفضل تقولها لنفسك، محدش تاني هيقولها لك، لان انت الوحيد اللي عارف انك عملت اللي عليك بجد ولا لا. وهفرجك دلوقتي مخطط بيوضح لك انت ليه ما ينفعش تسيب الخوف يوقفك او يعطلك عن انك توصل للي انت عايزه. عندك مشكله او لا؟ لا يبقى خلاص مفيش داعي للقلق، مع ان مفيش حد كده بس مشيها. لو عندك مشكله يبقى تعرف تعمل لها حاجه، برضه تنفع تعمل لها حاجه او لا. في كلا الحالتين انت قلقان ليه؟ ما هو لو لا يبقى مفيش حاجه في ايدك تعملها. بس عشان تبقى عارف مفيش مشكله في حياتك انت مالكش يد في اصلاحها، لان كل مشاكل حياتك انت مسؤول عن اصلاحها حتى لو انت مش سببها. مشكلتك انت سببها او مش سببها فانت مسؤول عن حلها لانك في الامر الواقع. اما لو في ايدك حاجه تعملها فاعمل اللي تقدر عليه تجاه المشكله دي. شفت بسيطه ازاي؟ واهم حاجه تطلع بيها من المخطط ده ان مفيش اي داعي للقلق نهائي، لان الخوف والقلق اللي بيخليك واقف مكانك وما بتتحركش ده قاتل بمعنى الكلمه وبيدمر الشخص. خدها قاعده، طالما الخوف اللي عندك ده مش بينفعك وبيضرك زي ما اتكلمنا في الاول فلازم تمحيه من قاموسك، لانه هيوديك في داهيه حرفيا. بس تعرف انا السنه اللي فاتت واجهت الخوف والقلق ده برضه، فانا مش جاي اقول لك الكلمتين دول وامشي، لا انا جاي اقول لك ازاي تتعامل معاه في ارض الواقع. انا جاي اقول لك حاجات ساعدتني ان ابقى مستريح وبعيد عن التوتر في ليالي الامتحان وفي اللجنه. ليالي الامتحان هتبقى حل شوامل بس وبعض الحل بجزء على الماده. لقيت جزئيه مسقطه منك او مش فاهمها كويس قوي ممكن ترجع تبص عليها عادي جدا من كتاب الشرح، لكن انك تراجع درس كامل او باب كامل في ليالي الامتحان دي مرفوضه. تاني حاجه وهي انك لازم تنام بدري وممنوع السهر. نام الساعه 11 بحد اقصى او الساعه 12 لو هتسهر يعني، عشان ان شاء الله تصحى بدري عشان ما تزنقش نفسك قبل اللجنه وتوصل بدري عن ميعاد الامتحان. ودي تالت حاجه معانا وهي انك لازم توصل قبل ميعاد الامتحان بنص ساعه تقريبا، ده تفاديا لاي مشاكل ممكن تحصل لا قدر الله في الوقت وعشان تاخد وقتك كامل، وتفاديا لاي مشاكل ممكن تحصل بسبب المواصلات مثلا، وكمان عشان تبقى مظبط نفسك في مكانك في اللجنه وقاعد تقرا اذكارك وقرانك. مفيش مانع انك تقعد تهزر وتضحك مع اصحابك قبل اللجنه طالما دي حاجه هترفع عنك الضغط والتوتر، لكن لو انت شخص بتتوتر او ثقتك بتتهز لو حد كلمك قبل الامتحان فخليك في حالك احسن، ولو حد كلمك قول له سيبني في حالي عشان متوتر دلوقتي ونتكلم بعد الامتحان. اما بالنسبه للحاجات اللي تعملها في الامتحان، لو انت مذاكر كويس وعامل اللي عليك ومش عامل حسابك على اي غش ان شاء الله، فانا عايز اقول لك ما تقلقش خالص من حته التركيز. كل اللي طالبه منك هو الحل الكتير والتدريب على الشوامل في ليالي الامتحان، وجوه اللجنه هيشتغل جهازك السمبساوي ومش هتشوف اي حاجه غير ورقه الامتحان. وتاني باكد ده لو انت عامل اللي عليك ومش معتمد على الغش، استغفر الله يعني. وعايز اقول لكم طبعا ان الغش حرام وهيفسد عليك بقيه حياتك وهيخلي ما فيهاش بركه. وعايز اقول لكم ان فرحتكم هتبقى كبيره قوي طالما انت جايب مجموعه بتوفيق ربنا واجتهادك بدون اي مساعده غير شرعيه. فيا شباب اياكم والغش ارجوكم. وهختم الحته دي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. طيب اول حاجه هتعملها اول ما تخش اللجنه هتبقى ايه؟ عاوزك اول ما تمسك ورقه الامتحان تسمي الله وتقول دعاء الاستفتاح ده: اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. وبعدين تبدا تكتب بياناتك كامله في الورق اللي هتستلمه، سواء كرست الاجابه او البابل شيت، وظل رقم جلوسك في البدايه صح وبهدوء عشان تخلص منه. وما تخافش تتعود على كتابته وتصديله من المواد اللي بتنضافش للمجموع، ولما توصل للمواد اللي بتنضاف للمجموع هتكون سريع ومش هياخد منك وقت. بعدين سمي الله وابدا حل، وامشي بترتيب الامتحان عادي جدا وما تغيرش اي حاجه في ترتيب الحل، الا لو انت متعود على نظام معين كنت بتحل بيه في الشوامل في الفتره اللي فاتت. يعني مثلا عربي كنت متعود انك بتسيب النصوص للاخر او بتبدا بالنحو وهكذا، بس انا عن نفسي كنت بمشي بترتيب الامتحان عادي جدا عشان ما استهلكش اي طاقه في اي حاجه حرفيا غير الحل. طب تعمل ايه لو لقيت سؤال مش عارف تحله اول ما قراته؟
لقيت انك ما انتش عارف تحط فيه قلم خالص او المعلومه مش عندك اساسا، فورا سيبه وتخش على اللي بعده على طول بدون تفكير كتير. عامه السؤال اللي ياخد معاك اكتر من دقيقه ونص او دقيقتين في التفكير سيبه على طول وخش على اللي بعده. وعشان اطمنكم في اسئله كتيره تتحل في اقل من دقيقه او حتى نص دقيقه يعني بمجرد النظر، لكن في اسئله هتحتاج منك تفكير كتير وهتاخد منك وقت، ودي لو وقفت معاها هتطير منك الوقت وهتزنقك. بعد الامتحان بلاش تراجع مع زمايلك، ممكن تراجع الامتحان مع مدرسك او مدرس موثوق منزل الاجابات على اليوتيوب او على جروب مثلا، واحذروا لان في ناس كتير بتنزل الاجابات بسرعه وبيبقى فيها هد كتير. اما لو انت هتتاثر او هتزعل لما تلاقي نفسك غلطان فما تراجعش احسن، لكن في ناس بتبقى فعلا محتاجه تراجع بعد الامتحان عشان تعرف هي عملت ايه وتهدي فضولها، وانا كنت كده. لكن عامه ما تحسبهاش بالدرجات لان غالبا حسبتك بتبقى مش صح واللي بيطلع اخر السنه بيكون مختلف عنها تماما. حاليا في ناس كتير بتقول ان امتحان الاحياء كده كده هيجي صعب فمش هنهتم بالاحياء لان كده كده هنغلط كتير. انت غالبا فعلا هتغلط كتير في الاحياء وده اللي حصل مع دفعتنا كلها السنه اللي فاتت. انا مش بقلقكم ولكن للاسف دي الحقيقه، ولكن عزائنا ان ربنا بيحاسب على السعي مش على النتيجه. وما تجيش بعد كلامي ده تفكر بالطريقه دي نهائي، لان واحد ذاكر نص نص مش زي واحد ذاكر جامد قوي وجاب اخره. لو الاثنين مثلا نقصوا 30 درجه في المجموع فالموضوع مش هيكون واحد ابدا عند ربنا. عادي ممكن هما الاثنين يخشوا نفس الكليه بنفس المجموع مع اختلاف الاجتهاد او حتى يخشوا كليات مختلفه، بس يوم القيامه مش هيكونوا اكيد متساويين عند ربنا في السنه دي. واحد جاب اخره وذاكر من اول شهر 8 لحد اخر السنه مش زي واحد كان مكسل طول السنه وجه يلم المنهج في اخر شهر. بس ده لا ينفي انك تعمل اللي عليك لحد اخر لحظه حتى لو كنت مكسل ومراكم طول السنه، لان حسابات ربنا غير حساباتنا ومش هيعاملنا زي ما احنا بنعامل بعض. يعني انا بتدلع من اول السنه ربنا هيساويني باللي بيذاكر من اول السنه؟ يعني الرد عليك انها مش بتاعتك، والله مش بتاعتك. لو انا هحكم عليك فاكيد مش هساويكم ببعض وانت تجيب 80% وهو يجيب 95% مثلا، بس ربنا مش بيعاملنا كده ودي حاجه لا يعلم حكمتها الا الله. والخلاصه عشان ما اطولش عليك في الجزئيه دي زي ما قلت لك من شويه انك تعمل اللي عليك لحد اخر لحظه، لحد ليله الامتحان ولحد ما تنزل من بيتك وقبل ما تروح اللجنه. جايز معلومه ما كانتش ثابته تثبت في دماغك وتيجي في الامتحان، جايز تشوف فكره سؤال ويجي لك في الامتحان وتحله بمنتهى السهوله ويوفر وقت لسؤال تاني صعب وتحل الاثنين. والكلام ده حصل مع ناس كتير فعلا مش من وحي خيالي يعني. وزي ما اتكلمنا في اول السنه وقلنا ان فتره المراجعه دي هي اهم فتره في السنه وهي فتره حصاد تعبك طول السنه، في نفس الوقت هي فتره المفروض بتتعب فيها اكتر من اي وقت قبل كده عشان تكلل تعبك اللي تعبته طول السنه. وخلاص الامتحانات على الابواب اهو، يعني الرحله في اخرها، فيا ريت تختمها صح. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده وتكونوا طلعتوا منه ولو حتى بمعلومه واحده تطبقوها في الفتره الجايه او حياتكم عموما. سلام.